الشاب اللي سجد لصورة الرئيس عبد المجيد تبون يبعث رسالة للشعب الجزائري. اسمعوا. خاوتنا ما نخلوش كلام الله ونتبعوا كلام البشر، ما يدخلوش بيناتنا هاد الناس. خاوتنا انا الفيديو درتها صح غلط، دوك اللي يحب يسامحني سامحني خاوتنا، اللي ما حبش يسامحني لا سامحني، ولا حايبين يخلصوني يا خاوتي انا نخلص انا نخلص واش درت ونتحاسب عليها وسلام عليكم. تخلص هنا نكوبيوها. انا يا خو ما نعبدش يا خو بنادم، ماك فاهم؟ انا نعبد ربي الحمد لله، نشاهد اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله يا ربي، عندي صحتي عندي كلش. خاوتنا دوكاتيك هاد الفيديو هذايا راهو داير ضجه في المواقع الاجتماعيه يا خاوتنا دوكاتيك. اللي يحب يا خويا ما يسينياليه يا خو، راكم فاهمين؟ دوكاتيك مانيش حايب يا خو نطيح في مشاكل ولا يا خوتي. انا فيديو هذا درته بضحكه ولعبه، كنت طاير من الاخر يا خو، كنت طاير يا خو، راكم شتوني ديجا كنت بلا تريكو منا. الله غالب هي جات هكذا، كنا قاعدين نقصروا منا مع صاحبي، درتو في ستوري في سناب، شافوه منا بارطاجيتو ضحكه ولعبه. والله العظيم ما كان على بالي بلي حيدير كامل هاد الضجه. ونطلب من الشعب الجزائري تاعنا المسلمين يا خوتي، والله العظيم سمحوا لي لو كان جرحتكم بالنية تاعي هادية، نيتي كانت صافية، سمحوا لي خاوتنا. اولا اللي سامح هو الله، شعبنا عدو ما يدير. الحاجة الثانية انت قلت راني كنت طاير، يعني ما كنتش في وعيك، وهذا هنا تعرف المضرة تاع المهلوسات والحبوب، يعني قادرة تدير شيء تندم عليه طول حياتك، وهذا اللي حدث معك. الحاجة الأخيرة أنت على الأقل كنت أنت تقول مانيش في وعي، بينما كاين ناس في بلد الجيران في كامل قواهم العقلية ويقولوا احنا وسويسرا أفريقيا، ويديروا في هذا الشيء كل يوم بلا ما يحسموا بلا ما يعتذروا بلا ما يطلبوا السماح. الله يهديهم.